اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. النهاردة ان شاء الله هنقول 4 اسرار عن الريموت المتعدد، عن تشغيل الريسيفر الكبير. هنشوف مع بعض دلوقتي كل حاجة ازاي تقدر تبرمج الريموت ده على اي ريسيفر، وهقول لكم اللي حصل معايا بالظبط. تابعونا. اول حاجه دلوقتي يا اصدقاء، عندي الريموت ده انا جربته على الرسيفرات اللي هي الصغيره الاتش دي. بصراحه ما جابش معايا، يعني برمجته وكل حاجه بس ما بيقومش بالوظائف بتاعته كامله. يعني لو هتدوس على رقم 1 ممكن يجيب لك رقم 8 او ممكن يجيب لك اي وظيفه تاني. لكن بصراحه على الرسيفرات الكبيره شغال بكل وظائفه كامله وكل حاجة فيه تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نبرمج. ادي الريسيفر معانا اهو، الريسيفر كده معانا شغال اهو على رقم 6، وهضغط على الزرار اللي فوق ده كده. المفروض يجيب معايا رقم 7، مفيش اهو. طب الزرار اللي تحت برضو مفيش، فكده الريموت ده كده مش شغال على الريسيفر ده. طيب احنا قدامنا 4 طرق عشان نقدر ان احنا نشغل الريموت ده على الريسيفر ده. اول طريقه معايا انا عندي بيبقى فيه زرار في الريموت المتعدد ده اللي هو الاس اي تي ده اللي حضراتكم شايفينه ده. اوقات بيبقى في ريموتات تاني بيبقى لونه اخضر، بس احنا طبعا مش هنمشي على اللون، احنا هنمشي على الاس اي تي اللي هو ده. تمام. عندي رقم 1 اللي هو بتدوس على الاس اي تي، وبعد كده بتدوس على الزرار الاحمر، تطول ايدك عليه او تدوس دوسة تاني، وبتوجه طبعا الريموت ناحية الريسيفر، فبيبدأ الريموت يبرمج لوحده لحد ما تلاقي الريسيفر قفل معاك. هنشوف مع بعض اول طريقة. هضغط على الاس اي تي اهو وعلى الاحمر بالشكل ده، وهضغط تاني على الاحمر. هيبدأ يرعش كده زي ما حضراتكم شايفين اهو لحد ما الريسيفر يقفل معايا. اول ما يقفل معايا ادوس على الاس اي تي اهو. اول الريسيفر ما يقفل معايا هضغط على الاس اي تي زي ما حضراتكم شايفين اللمبة بترعش اهو، بترعش اهي كده. هو بيبرمج. اول ما يقفل الريسيفر هضغط على الاس اي تي، يبقى انا كده بقول له خلاص كده هو برمج. خلاص على كده بضغط على الاس اي تي اهو. هنتابع الريسيفر، هو كده جايب على رقم 6 زي ما حضراتكم شايفين كده. قفل اهوت يا اصدقاء، جاب اوف اهو، وانا ضغطت على الاس اي تي زي ما حضراتكم شايفين جايب اوف. يبقى هو كده الريسيفر قفل اهو زي ما حضراتكم شايفين. هنضغط بقى على الزرار الاحمر، هيبدأ كده يشتغل معانا اهو. جاب معايا رقم 6 كده، بضغط اهو جاب معايا رقم 7، هضغط تاني جاب رقم 8. طيب هنزل رقم 7 6 5 كده. دي اول طريقة زي ما حضراتكم شايفين كده يا اصدقاء. يبقى احنا كده شفنا معانا اول طريقة. هنخش بقى على الطريقة رقم 2 اللي هو بنضغط على الاس اي تي برضو. تمام. وبنعرف الكود بتاعنا. تمام. بنعرف الكود ازاي؟ بضغط على الاس اي تي وبضغط على رقم 1. هو عبارة عن 3 ارقام، الكود عبارة عن 3 ارقام. طيب انا مش عارف الكود دلوقتي، يعني انا دلوقتي معرفش الكود، هعرفه ازاي؟ بتضغط على الاس اي تي وتضغط رقم 1، على الاس اي تي وتضغط رقم 2، على الاس اي تي وتضغط رقم 3. طيب وبعد ما اضغط اللمبة دي هتضيء معاك. يعني لو ضغطت على رقم 1 واللمبة أضاءت مرتين يبقى أول رقم في الكود 2. ضغطت على رقم 2 الاس اي تي وضغطت على رقم 2 واللمبة أضاءت معايا إضاءة واحدة مرة واحدة يبقى ده رقم 1. طيب لو ما أضاءتش معايا خالص يبقى رقم 0.
وهكذا يا اصدقاء. في الثلاث ارقام دول بتقدر تحدد الكود. طيب هنشوف برضو الموضوع ده عملي. هضغط على الاس اي تي وعلى رقم 1 كده يا اصدقاء اهو. كده ما قضاش معايا خالص، يبقى ده كده اول رقم معايا 0. طب هضغط على رقم 2، 1 2 3 4، كده أضاءت معايا 4 مرات، يبقى كده 0 4. هضغط على رقم 3، 1 2 3 4 5 6 7 8، كده دي كده 8. يبقى إذا الكود بتاعي دلوقتي 0 4 8. دي كده طريقة تعرف بيها الكود بتاعك يا أصدقاء. كده أنا عرفت إن هو الكود بتاعه 048. هنبدأ كده يا أصدقاء نكتب الكود. هنكتبه ازاي؟ بنضغط على الاس اي تي وعلى الأحمر وبعدين تكتب الكود. هنبدأ كده نضغط على الاس اي 2 والأحمر وبنكتب بقى الكود بتاعنا اللي احنا طلعناه 048. هيبدأ يطفى معاك اللمبة وتبدأ تقلب كده اهو، بيقلب معاك زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. دي كده الطريقة التانية. طيب الطريقة التالتة ايه بقى يا اصدقاء؟ الطريقة التالتة بتضغط على الاس اي تي وبعد كده بتضغط على الاحمر، تمام، وبعد كده بتضغط على الفوليوم اللي هو بيعلي معاك ده كده. تضغط على الاس اي 2 كده وبعدين بتضغط على الفوليوم ده لحد ما الريسيفر تلاقاه علّى معاك. بعد كده بتيجي ضاغط على الاس اي تي، يعني بتخرج منه وتقول له كده انا خلاص برمجت. دي كده الطريقة التالتة. اخر طريقة معانا بقى يا اصدقاء اللي هو مع الريموت ده بيجي ورقة فيها جميع الرمودات وكل رمود مكتوب تحتيه الكود بتاعه. يعني مثلا بيبقى مكتوب زي الكود ده كده مثلا 048، تمام. فانت بتعمل ايه؟ بتضغط برضو على الاس اي تي وعلى الاحمر وبتيجي مدخل الكود زي ما دخلناه قبل كده بالشكل ده كده اهو. تضغط على الاس اي تي والاحمر وبعدين تضغط بقى 048، تلاقي اللمبة فصلت معاك وبتلاقي الريموت اتبرمج اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. بيطلع معايا وبينزل زي ما انا عايز ويعلي ويوطي كل حاجة. لو ضغطت على رقم 2 اهو هتلاقيه جاب رقم 2 دلوقتي على الريسيفر زي ما حضراتكم شايفين. بس كده يا اصدقاء دي كده الاربع طرق اللي احنا قلنا عليهم دول هم اللي بيشغلوا معايا الرمود المتعدد على الريسيفر الكبير. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.